قبل كل حاجة باشكركم يا جماعة من كل قلبي والله على كم التساؤلات وكم المكالمات وكم الرسايل. باشكركم جدا 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 والله على كل الدعم وكل الكلام الجميل، وبشكر كل الأصدقاء اللي بعتولي، يعني مش عايز أنسى حد فيهم. بجد 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 مئات الرسائل، أنا مش ببالغ، يعني ناس كتير جدا جدا سألت عليا أنا وكابتن زهران طبعا. لكن بجد أول حاجة وأهم حاجة لازم بشكركم جدا على كل السؤال الجميل اللي انتوا سألتوا عليا فيه. فالنهارده بقى هي عودة استخبارات الفانتزي للناس اللي اول مره تشوف بقى حلقه استخبارات الفانتزي. بقول لكم الفكره ان احنا بجد بنشوف كل اليوتيوبرز وكل المشاهير وكل الناس النجوم في الفانتزي عملوا ايه وفرقتهم عملوا ايه. وانا بجد يا جماعه الحلقه دي بجد بتخليني استفاد جدا، او يعني ان انا اتابع الفرق بتاعت كل الناس دي بتخليني استفاد جدا واشوف افكار الناس كلها واشوف التبديلات وطريقه الاستراتيجي اللي الناس بتعملها علشان مثلا توصل لعدد نقاط معين في وقت معين في السيزون. فانا بالنسبه لي بنصحكم بجد ان انتوا تتابعوا الحلقه، مش عشان بس تعملوا لايك وسبسكرايب والكلام الجامد ده، لا بجد والله عشان بجد الحلقات دي حلوه جدا واعتقد انها مفيده جدا جدا. السؤال بقى المطروح واللي كل الناس كانت بتبعت لي وتسالني كمان، هو ابو تريكه يا جماعه هيلعب ولا لا؟ هقول لكم في وسط الحلقه ابو تريكه بيلعب ولا لا السنه دي. طبعا هنستمتع بدوري بي ان سبورتس، وكمان هتشوفوا مين اول يوتيوبر، واحد من اليوتيوبرز حبايبنا بقى الجامدين جدا اللي عمل يا جماعه فريق عالمي وجاب سكور عالمي برضو، واحد من الناس اللي بنحبها جدا جدا. والسنه اللي فاتت يعني ما كانتش ماشيه قوي، لكن المره دي شكله كده نازل ايه يفرم الدنيا يعني. فان شاء الله باذن الله برضو هنشوف كل فرق اليوتيوبرز، وهنشوف يا جماعه في اخر الحلقه كمان فريق جامد جدا، ولازم تشوفوا كده الحلقه الاخيره عشان تشوفوا الفريق الجامد ده، واحد من المشاهير المهمين جدا برضو في الكره المصريه. طبعا هتكملوا الحلقه ان شاء الله الاخيره، وكمان هتشتركوا في ليك كابتن نونو اللي ان شاء الله باذن الله كده هنحاول نعمل فيه برضو شويه مفاجآت لذيذه ان شاء الله باذن الله السنه دي. ان شاء الله كده يبقى موسم جميل علينا كلنا. ويلا بينا بقى نخش في حلقتنا والدسامه الرهيبه اللي موجوده والمفاجآت الجميله في حلقه النهارده. اخباركم ايه يا شباب وعاملين ايه؟ وانا والله مش عارف اقول لكم مدى السعاده ان احنا بنعمل حلقه استخبارات الفانتزي مره تانية بعد ظروف كتير وصعوبات كبيره جدا. والله يعني الواحد بقى ما بيحبش يتكلم في الحاجات دي، فكل اللي بقوله لكم بس ادعوا لي كده، وان شاء الله كده ربنا ييسر الاحوال وكل حاجه تبقى زي الفل باذن الله. اول حاجه معانا النهارده في حلقتنا وهو دوري بي ان سبورتس، طبعا اللي كل الناس يا جماعه يعني بتبقى منتظره وعايزه بقى تشترك فيه. وطبعا انتوا عارفين الليج ده معمول بس ليه كل النجوم اللي في استوديو بتاع فريق بي ان سبورتس، او يعني المجموعه اللي بتبقى في قناه بي ان سبورتس. فخلينا كده نشوف مين الاول على الدوري في اول جوله في الموسم السنه دي. هو طبعا مين؟ هو مشاري الخزيم، المذيع المتميز جدا، ويعني زي ما انتم شايفين جاب 82 نقطه. بعديه على طول فايترز هيثم فاروق اللي مكمل معانا على طول، رفيق صيفي، حسام حج علي، وحسام الدمسيسي 67 نقطه. كانت برضو بالنسبه لي جوله ممتازه. عبد العزيز سليتي 66، عبد العزيز النصر 65، خيري على طول هاني خيري 65، محمد سعدون الكواري جاب 64 نقطة، وائل جمعة 63، يعني تقارب كبير جدا. دكتور طارق الجلامة 63 نقطة، فور ميلان الاستاذ سالم الهملي، وبحييك طبعا يا استاذ سالم. ويعني ان شاء الله باذن الله كده تتابع اكيد الحلقات ونستمتع بالموسم الجميل. تحية خاصة جدا للاستاذ سالم الهملي 61 نقطة. كده بقى احمد المحمدي 50، ومهند الجالي 49، وطبعا زي ما انتم شايفين كده ابراهيم خضرة 42 الصديق العزيز، ووفا سكار 38 نقطة. يعني معناها ان ابو تريكة للاسف الشديد مش موجود معانا السنة دي يا جماعة. يعني هل هو بقى بيلعب كده وهنشوف فرقته ونحاول نجيبها، ولا هو لو بيلعب؟ انا هتأكد من المعلومة دي. لكن في كل الاحوال محمد ابو تريكة ما دخلش دوري فريق بي ان سبورتس او الليج بتاع الدوري فريق بي ان سبورتس، يبقى محمد ابو تريكة مش موجود معانا. خلينا ان شاء الله نتأكد زي ما قلت لكم من المعلومة دي. اول واحد معانا النهارده وهو مشاري الخزيم اللي جاب 82 نقطة بدون اي يعني حاجة خالص، زي ما انتم شايفين بدون اي تشيبس، جاب يعني بمجموعة نقاط ممتازة جدا. اليسون بيكر وبيرن وصليبة، ويعني المجموعة محمد صلاح وساكا، هي دي كانت يمكن كلمة سر ان عنده صلاح وعنده ساكا، ما عندوش هالاند. لكن بالنسبة لي وهافرتس طبعا برضو 12 نقطة. كانت جولة ممتازة جدا جدا لمشاري الخزيم، لكن هتعمل ايه في الجولة الجاية؟ إبسويتش تاون وهالاند اعتقد ان هو
هو يعني مهم جدا جدا في الجوله الجايه. كل الناس اللي دخلت من غير هالاند يعني بالنسبه لي للاسف طبعا ما لحقتش اعمل حلقات هقول لكم وجهه نظري في الموضوع، لكن طبعا انا بالنسبه لي هالاند ومحمد صلاح الثنائي ده مهم جدا جدا يكون عندنا في فرقتنا. طبعا صعب قوي بقى ان انا اجيب ساكا واجيب هافرتز برضو يعني ممكن، ولكن مش سهله في كل الاحوال. يعني انا شايف في اتنين مهمين جدا جدا لازم يكونوا في فرقتنا. انا ما كنتش مع اللي هو الناس اللي تقول يا هالاند يا صلاح، دي بالنسبه لي كانت صعبه جدا. الاثنين عندي في فرقتي ان شاء الله. فرقتي طبعا اكيد زي ما انتم فاكرين كده هتكون ان شاء الله في اخر الحلقه. الفريق الثاني على طول وهو فريق فايترز هيثم فاروق اللي جاب 74 نقطه، بالنسبه لي برده كانت حلوه جدا. ادرسون كان على البنش يا كابتن هيثم ازاي بس، هو كان حاطط تيرنر وحاطط كمان فايس، يعني هو ما غيرش الكابتنه، لكن الحمد لله الكابتنه كانت على هالاند. لكن هو بالنسبه لي طبعا عامل حاجه غريبه جدا، هو بيلعب بمهاجم وحيد وهو هالاند، ما عندوش يعني اي حد، فابيو سيلفا وفينيسيوس زي ما انتم شايفين، وطبعا جابوا 0 و0. بالنسبه لي طبعا كانت 74 نقطه ممتازه جدا لهيثم فاروق. محمد سعدون الكواري اللي بعديه على طول 64 نقطه، برايا وطبعا بيدرو بورو الاثنين ممتازين، محمد صلاح، لكن الكابتنه كانت على ايساك فيعني اثرت شويه. وطبعا هو محمد سعدون الكواري مقتنع جدا بالسنه اللي فاتت واللي قبليها براشفورد، لكن ماركوس راشفورد الحقيقه حتى الان ما يعني انا بالنسبه لي من الناس اللي هي ايه، لا يعني برضو لازم تتجنب شويه او يتم تجنبها شويه بصراحه، لانه لسه بعيد جدا جدا عن مستواه ومش في حالته تماما الحقيقه. ماركوس راشفورد فكر في هذه التغييره، خصوصا ان طبعا سعره مش وحش وممكن يعني بسعره ده تجيب بدائل كتير جدا جدا في المركز ده. اللي بعديه على طول فورزا ميلن الاستاذ سالم الهملي، اللي طبعا زي ما انتم عارفين يعني واحد من الناس اللي انا بحبها جدا الحقيقه. 61 نقطه في الجوله دي، لسه بدري قوي طبعا على اي ترتيبات بقى ونبص الترتيب كام يعني بالنسبه لي بصراحه مش مهم نبص على الترتيب، مهم ان احنا نبص على الفرق والافكار اللي في الفرق. كوانسا طبعا واحد من الناس اللي عملوا خيبه امل كبيره جدا لناس كتير، انا منهم بالحقيقه، لكن انا اكيد هسيبه في المباراه الجايه ان شاء الله، لان المباراه الجايه في استاد الانفيلد، واعتقد يعني انها مباراه صحيح مش سهله قوي. برانتفورد من الفرق المزعجه شويه، لكن انا بالنسبه لي كوانسا هيكون موجود، خصوصا ان هو طلع ما بين الشوطين وواضح ان كان تغيير يعني في كده ايه روس كده لكوانسا علشان يبقى افضل في المباراه القادمه. ففي كل الاحوال 61 نقطه ممتازين جدا لفورزا ميلان استاذ سالم الهم. يلا بقى ناخد يا جماعه ناس كتيره جدا، واولهم بقى ونجم هذه الحلقه هو مين يا جماعه؟ هو محمود الزوبي. محمود الزوبي الصديق والاخ والشخص الجميل اللي انا الحقيقه يعني دايما بتواصل معاه وبعت لي طبعا وقال لي هتنضم معانا لاف بي ال عرب يوتيوبرز الليج الملتهبه جدا اللي امامكم دلوقتي زي ما انتم شايفين، وجايب 109 نقطه. محمود الزوبي خلاص قال لك انا ما فيش بقى الكلام، يعني انا لازم حفره بكل الدنيا، و109 نقطه كانوا عالميين الحقيقه. واللي بعديه على طول مين؟ فانتاستيك فانتزي دكتور سامح اللي عامل نيو لوك كده وعامل شكل عالمي برده ما شاء الله السنه دي، وجايب 97 نقطه بصراحه يعني حاجات جامده جدا جدا. ندى 84 نقطه، كابتن نونو زي ما انتم شايفين 78 نقطه، وطبعا معانا عبد الله عمرو ازوري اللي جاب 71 نقطه، ومعانا بقى مجموعه من الناس الجميله الجديده كتيبه السلاطين السلطان، وطبعا احمد اشرف، وبعد كده دكتور فانتزي جايب 66 نقطه، محمد صلاح 64 نقطه مدمن فانتزي، وكابتن عطيه عبد الخالق بطل عالم 63، والاشاوس اللي انضم لينا اهلا وسهلا طبعا بمحمود ضياء الجميل اللي كنا بنجيبه طبعا اكيد معانا في الحلقات جاب 63 نقطه، واخر واحد في الليج طبعا لكن طبعا ما تاخدوش على الكلام ده هو فانتساوي اللي جاب 61 نقطه. هنشوف طبعا كل هذه الفرق معانا، اولهم محمود الزوبي اللي عمل بنش بوست في الجوله دي، وزي ما انتم شايفين كده جاب 109 نقطه، وترتيبه يا جماعه 375 على العالم، ترتيب عالمي عالمي. ان شاء الله باذن الله تكمل بهذه القوه وهذا الجمال يا كابتن محمود. طبعا كان عنده بيكفورد ونيك بوب، وزي ما انتم شايفين الفرقه طبعا كلها يعني اختيارات ممتازه، ما عدا يمكن بعض الاختيارات البسيطه جوردون ويعني طبعا اوتسون ودوي، لكن الغالبيه عملت يعني جوله هايله جدا جدا. محمود الزوبي ناخد على طول دكتور سامح فانتاستيك فانتزي اللي جاب برده 97 نقطه، وعمل برده بنش بوست بالنسبه لي طبعا كانت حلوه جدا، ترتيبه 7908، وطبعا كان عنده بقى ناس تألقت زي اونانا زي زينشينكو زي كابتنة صلاح وهافرتز، فبالنسبه لي كانت ممتازه جدا. لكن يا جماعه لو بصيتوا كده على محمود الزوبي وعلى دكتور سامح هتلاقوا انه مفيش هالاند، فده رعب كبير جدا في الجوله الجايه، لازم تظبطوا الدنيا كده عشان هالاند مشكله كبيره جدا جدا بالذات لما بيلعب في ملعب الاتحاد. اللي بعديه على طول ندى علي. ندى يا ولد يا ندى، والله هو ده ندى
اللي احنا عارفينه 84 نقطه، كانت جامدين جدا يعني 84 نقطه. وندى انا وفريق ندى يعني فرقتين قريبين جدا من بعض الحقيقه، فرق ما بين نيكونكو وايزي وجواو بيدرو، وانا عندي سولانكي. ففي كل وهو طبعا عنده الكسندر ارنولد، بالنسبه لي برضو اختيار عالمي. يعني بصوا الدفاع يا جماعه، الكسندر ارنولد وهال وبيدرو بورو، الثلاثي المتميز جدا جدا في يعني فريق ندى ما شاء الله. وان شاء الله بدايه موفقه جدا لندى في هذا الموسم. اللي بعديه على طول واحد من الناس اللي برضو حبايبنا كده الجمال، عبد الله عمرو يا جماعه ازوري، اللي جاب كام؟ جاب 71 نقطه. زي ما انتم شايفين برضو عنده الفرق قريبه جدا الحقيقه، الفرق قريبه جدا. احنا لما ككوميونتي بقى كده بتاع يعني يوتيوبرز وكلنا بنتفرج على القنوات، الفرق يعني قريبه جدا جدا. هندرسون برضو وبيدرو بورو والكسندر اندرو الصليبه وبرونو يمكن هو اللي كان فارق شويه، لكن برونو طبعا جاب 3 نقاط وما عملش حاجه قوي في الجوله دي. في كل الاحوال عبد الله عمرو 71 نقطه بالنسبه لي كانت ممتازه جدا، هو واحمد اشرف يعني اللي الحقيقه برضو واحد من الناس الجميله جدا. زي ما انتم شايفين طبعا جافارديول بالنسبه له كان مهم جدا. محمد صلاح هالاند طبعا ما كانش كابتنه فنزله شويه في الترتيب. في كل الاحوال 68 نقطه ممتازه جدا جدا لواحد من النجوم، واحد من الناس الجميله احمد اشرف. اللي بعديه على طول دكتور فانتزي. دكتور فانتزي يا جماعه كان بيفكر في البنش بوست، فعمل فرقته على ان هو هيعمل البنش بوست، وغالبا هو في اخر ثانيه قال لا مش هعمل بنش بوست دلوقتي، وبقى يعني غير بقى شويه بعديها. فطبعا جاب مثلا بدل ما يجيب حارس بيلعب جاب الحارس بنتلي. وزي ما انتم شايفين كده عنده دكه برضو الحقيقه بالنسبه لي فيها 2 كويسين جدا. منتا طبعا اللاعب بتاع برايتون اللي جاب 4 نقاط، روبنسون نقطتين. فبالنسبه لي طبعا كانت جوله ممتازه، لكن موبومو هو كان الاختيار العالمي بالنسبه لي في الجوله دي، اختيار كان رائع جدا 9 نقاط. وفي كل الاحوال دكتور فانتزي 68 نقطه، بدايه موفقه. كل سنه وانت طيب، وان شاء الله باذن الله يعني الجولات الجايه تبقى اجمل واجمل باذن الله. ناخد بقى واحد من الاصدقاء الاعزاء برضه مدمن فانتزي، محمد صلاح اللي جاب 64 نقطه بطبعا تالق بيدرو بورو ومنتا بقى زي ما انتم شايفين كده لعبوا المره دي، لكن عنده خد بالك واصابه بسيطه. كابتنه اساك هي اللي فرقت، لو كان كابتن طبعا هالاند او كابتن حتى ساكا كانت فرقت جدا جدا، لكن 64 نقطه بدايه ايضا موفقه جدا لمدمن فانتزي. بطل عالم 63 نقطه برضه، يعني كابتن عطيه قريب جدا، لكن هو عنده ساكا ما عندوش صلاح. فبالنسبه لي طبعا برضه الحته دي يعني هي شائكه جدا بالنسبه لي، يعني انا صلاح وهالاند الاثنين لازم احطهم في الفرقه، ما فيش اي تفاهم، رغم ان كان عنده دفاع ممتاز بيرن وجافارديول وجابريال. فكانت بالنسبه لي برضه فرقه ممتازه جدا لبطل عالم. وبعديه على طول الاشاوس، واحد من الناس الجميله محمود ضياء جاب 63 نقطه برضه، دفاع برضه متميز جدا، وحارس مرمى نيك بوب وبيدرو بورو والكسندر ارنولد ومونيز طبعا نجم كريستال بالاس، وايزي في نص الملعب. وبرونو يمكن هو المشكله الوحيده في نص الملعب ده، لان مفيش ولا صلاح ولا ساكا. فبالنسبه لي طبعا كانت صعبه شويه، لكن في كل الاحوال ان شاء الله باذن الله الجولات الجايه برضو تبقى جميله جدا لمحمود ضياء. اللي بعديه على طول بقى علي فانتساوي، الاثنين كانوا بقى عملوا حلقه جميله جدا جدا يعني لسه شايفينها. لكن فانتساوي ما عندوش صلاح برضو، عملت مشكله كبيره جدا، كان عنده ساكا خدوا بالكم، كابتنه بس كانت على ايساك وريسك كده في اولها جميل. وطبعا اللاعب باركو ما لعبش، طبعا لاعب نادي برايتون، مشكله برضو عندي الحقيقه في الفريق، عندي ما فيش حد بيلعب خالص على الدكه، لسه عايز اظبط الحكايه دي، فنزل له مكانه روبنسون. وان شاء الله باذن الله يعني علي فانتساوي بادئ كده بدايه جميله السنه دي بمجموعه حلقات وشكل جميل جدا، باذن الله ربنا يوفقك دايما يا علي. وانا يعني بتواصل معاه ان شاء الله باذن الله قريب جدا، هنعمل انا وهو حلقه باذن الله قريب جدا جدا. اللي بعديه على طول سلمى مشهور اللي جابت 84 نقطه، وات ستارت، يعني ايه البدايه الرهيبه دي. سلمى مشهور يعني بدايه قويه جدا، ثلاثي بقى عالمي بالنسبه لي عجبتني جدا، او يعني الفرقه دي بصراحه من احلى الفرق اللي شفتها. شوفوا بقى يا جماعه جابرييل موجود، يعني ما فيش مشاكل في فريق ارسنال ودفاعه، ساكا ومحمد صلاح وهالاند وايساك. يعني انا بصراحه قعدت واقف قدام الفرقه دي، ازاي الفرقه دي اتعملت يا جماعه مش عارف، فرقه جميله وجامده فعلا جدا جدا جدا. ويعني بالنسبه لي فعلا انا كنت بفكر فيها، جابت طبعا ساكا مكان دياجو يوتا، انا جايب دياجو يوتا، لكن بالنسبه لي بصراحه التوزيعه دي ممتازه جدا، وهي دي يمكن اللي انا بفكر ان انا اظبط فرقتي عليها، ان انا بعد شويه كده ابيع دياجو يوتا واجيب ساكا مكانه او هافرتز، حد من هذا الثنائي، لان بالنسبه لي فعلا الفرقه كانت انا شايفها عالميه بصراحه. اللي بعديه على طول عمر حسين راشد يا جماعه جاب 97 نقطه. فاكرين الموسم اللي فات يعني كانت الدنيا صعبه، لكن المره دي البدايه ناريه، وطبعا عمل بنش بوست، وكان بنش بوست موفق جدا جدا بالمجموعه
المجموعه اللي تالقت يعني من بيرن وصليبا ويعني وود، وبالنسبه لي كانت فرقه ممتازه. تخيلوا بقى لو كان مكابتن محمد صلاح او ساكا، لان هو برده ما جابش هالاند وفضل ان هو يجيب ساكا ومحمد صلاح، ففي كل الاحوال بدايه ممتازه جدا، وترتيبه زي ما انتم شايفين 7908. راشد ألاردايس جاب 77 نقطه. ايه الحلاوه دي يا جماعه، ايه الحلاوه دي، يعني سكورز جامده جدا وفي اول السيزون كده، وتالق كبير برده جدا ساكا ومحمد صلاح ودوكو. ولكن دوكو يعني بصراحه عمل مباراه كبيره جدا امام تشيلسي، لكن ما جابش يعني اي حاجه غير 3 نقاط. وصليبا والكسندر ارنولد وبيدرو بورو الثلاثي في الدفاع، ففرقه ممتازه وسكور جميل جدا لمحمد راشد ألاردايس. اللي بعديه بقى على طول واحد من الاصدقاء الجمال، محمد الاطرش فانتازيكو، اللي ان شاء الله باذن الله قريب جدا انا وهو هنعمل حلقه مع بعض، وباذن الله كده يعني تبقى حلقه جميله ونبقى ضيوف كده على يعني خفاف كده عليكم. يعني محمد الاطرش يا جماعه جاب 68 نقطه، كانت بالنسبه لي برده جوله ممتازه جدا لمحمد الاطرش، اللي فرقت معاه ان هو ما كابتنش يعني كابتن ايساك، وما كابتنش ولا ساكا ولا هالاند، ففي كل الاحوال كانت جوله ممتازه و68 نقطه، جوله موفقه وبدايه موفقه لمحمد الاطرش. اللي بعديه واحد من الناس الجميله اللي بحبها جدا برده، وهو مين؟ هو عبد الله العليان بلوك 5 FPL اللي جاب 63 نقطه، وبدايه برده ممتازه جدا. كابتنه ايساك اللي فرقت، وطبعا عنده هالاند ساكا والكسندر ارنولد. يعني بصوا انتوا بتحسوا ان انتوا بتشوفوا نفس الفرق تقريبا والافكار قريبه جدا، فبدايه موفقه جدا لبلوك 5 FPL. اللي بعديه على طول عمر جانرز، واحد من الناس المهمه جدا جدا يا جماعه، ودايما من الموسم اللي فات بقول لكم عمر زغل مهم جدا، 67 نقطه. بالنسبه لي برده كابتنه يعني ايساك فرقت مع محمد صلاح، هي دي اللي فرقت، لكن كان عنده وود وعنده بقى واحد كده ديفرنشال خالص وهو كمادا، فطبعا كمادا كان يعني ما جابش غير نقطه واحده. في كل الاحوال البدايه جميله برده، 67 نقطه ممتازين جدا جدا لعمر زغل. اللي بعديه على طول مين يا جماعه؟ FC أوليفز كابتن فانتزي، واحد من الناس اللي مفتقدينهم جدا جدا على اليوتيوب، جاب 79 نقطه، بدايه هايله هايله هايله. وطبعا زي ما انتم شايفين كابتنه محمد صلاح، وعنده هافرز وعنده هالاند، وكانت حلوه جدا جدا طبعا ان هو جاب هافرز وجاب زي ما انتم شايفين كده يعني كابتنه صلاح وهالاند. بالنسبه لي برده حلوه جدا وظبطها تظبيطه حلوه جدا، ففي كل الاحوال ان شاء الله باذن الله يعني يظبط اكتر FC أوليفز المتالق. وحشانه جدا فيديوهاتك يا شادي، وان شاء الله باذن الله نشوفك قريب باذن الله. فاجت بقى الحلقه المره دي، وهو احمد فتحي يا جماعه، اللي ما شاء الله كده مصمم على الفانتزي كل سيزون، وبيلعب السنه دي ومسمي فرقته بدل كل مره كان بيسميها تايجرز، المره دي بقى لاينز. ان شاء الله تبقى يعني موسم جميل لاحمد فتحي اللي جاب 52 نقطه، ويعني ما كانتش حلوه قوي الجوله، لكن في كل الاحوال انا شايف طبعا ان هي بدايه برده كويسه. عنده اوديجارد يعني كانت برده غريبه شويه، قدوس، وطبعا مونيز ما عملش حاجه في هجوم فريق فولم، ففي كل الاحوال يعني بدايه جميله جدا بقى احمد فتحي على مدار السيزون. وتعالوا بقى نشوف يعني احمد فتحي بقى وصلنا كده لدوري بيراميدز، فريق نادي بيراميدز طبعا اللي بيلعب في الدوري الممتاز زي ما انتم شايفين كده، دودو الجباس، محمد الجباس، وطبعا المجموعه اللي بتلعب في دوري بيراميدز مهند لاشين بقى واحمد الشناوي، والمجموعه طبعا اللي موجوده امامكم. في كل الاحوال دودو الجباس جاب 85 نقطه، فكانت جوله ممتازه جدا. وناخد بقى دلوقتي اخر فريق في هذه الحلقه، وهو فريق كابتن نونو، اللي انا جبت 78 نقطه زي ما انتم شايفين. كانت بالنسبه لي جوله جيده وجوله كويسه الحمد لله زي ما انتم شايفين كده. رايه بقى في حراس المرمى وبورو وكوانسا، محمد صلاح الكابتنه، وانا قلت لكم يعني محمد صلاح ما ينفعش يا جماعه بالذات في اول السيزون ان احنا نشيل صلاح. ففي كل الاحوال انا بقى بحاول كده ونفسي احاول اظبط تظبيطه كده بحيث ان انا يبقى معايا ساكا مكان دياجو يوتا مثلا، فتبقى حلوه جدا كده عندي من كل الفرق القويه وكل الفرق يعني المهمه جدا. هل كوانسا هبيعه؟ هل بورو هبيعه؟ انا هصبر طبعا اكيد لحد المؤتمر الصحفي ونشوف كده مين او ايه التغييرات اللي ممكن نعملها. ان شاء الله برضو باذن الله هحاول اظبط لكم حلقه توقعات الكمبيوتر، الحلقه اللي كانت مهمه جدا جدا كل اسبوع. وادعوا لي بس كده يعني تبقى الامور سهله بالنسبه لي، نعمل حلقات ونتابع ونستمتع مع بعض كده بالفانتزي. هنتظر اكيد الكومنتس الجميله، وهنتظر طبعا اي اسئله واي حاجات. في ناس كتير جدا النهارده ما كانتش معانا، لكن ان شاء الله باذن الله في الجولات الجايه دكتور فار طبعا، رفيع عطله، وناس كتير جدا ان شاء الله هنجيبها لكم باذن الله في الحلقات الجايه دي. كده كانت حلقتنا، والى اللقاء.